السلام عليكم، هلا والله شباب، معاكم ليث شو. اليوم حلقة راح تكون مختلفة، راح تكون عن قصة من قصص التاريخ. راح نتكلم اليوم عن الكاميكازي. طبعا الكاميكازي تعني الكامي تعني الإله، استغفر الله يعني. الكازي تعني الريح، يعني إله الريح أو شيء كذا تقريبا. طبعا أنا فسرت لكم معنى الكلمة يعني، لكن ما في إله إلا إله واحد هو الله جل في علاه تباركت اسماؤه. كاميكازي هم طيارين يابانيين انتحاريين. بتقول لي شلون انتحاريين ذيلا؟ أنا بقول لك الحين. طبعا هذيلا هجموا على سفن الحلفاء الحربية في الحرب العالمية الثانية. في عام 1941 الجيش الياباني تلقى هزيمة قوية من جيش الحلفاء. طبعا كانت عدة معارك في ذيك السنة، كانت معارك قوية، الجيش الياباني خسرها كلها. طبعا كانت الخسارة تشمل السفن، تشمل الطائرات، تشمل الجنود، تشمل الأرواح، يعني تشمل تقدر تقول الأغذية، تشمل الذخيرة، تشمل كل حاجة. يعني الخسارة ذيك شملت كثير حاجات. وخلال عامي 1943 و 1944 كانت قوات الحلفاء تتحرك بسرعة هائلة نحو اليابان، يعني كانوا يتحركون بسرعة كبيرة باتجاه اليابان. في ذاك الوقت طبعا اليابان بدأت تصغر وتضيق، فبدأوا شوي يندفعون اليابانيين، يرجعون على ورا لين تم ضغطهم يعني جنب الفلبين، يعني خلاص ولا يدخلون الفلبين ولا يموتون. طبعا كانت هناك جزر جدا مهمة، جزر يعني بالنسبة للحلفاء جزر كانت يعني مهمة للغاية. طبعا كانت هذه الجزر فيها حقول نفط. طبعا الجزر هذه كانت شرق آسيا واليابان. طبعا اليابان مثل ما قلنا خلاص انضغطوا وصار عندهم نقص كبير، فما قدروا انهم يبنون سفن جديدة، ما قدروا انهم يبنون طائرات جديدة. الطائرات اللي كانت عندهم كانت اغلبها متحطم، السفن كذلك كان اغلبها متحطم، فصار عندهم نقص في الموارد، نقص كبير في الموارد. ما كان عندهم الادوات والاشياء اللي كانوا يمتلكونها الامريكان او قوات الحلفاء، ما كانت عندهم الاشياء هذه ابد، لان قوات الحلفاء كانت تمتلك اشياء اكثر، كانت تقدر تبني طائرات، يقدرون يبنون سفن، لان كانوا يبنون من برا، يعني يبنون في امريكا، ما يبنون في البلد هذا في اليابان. اما اليابانيين ما عندهم مكان ثاني يبنون سفنهم وطائراتهم فيه، فكانوا يبنونهم في اليابان. طبعا هنا قادة القوات اليابانية ادركوا وخلاص عرفوا ان ما في امل للفوز في المعارك هذه او في المعارك القادمة، لأن ما كانوا يمتلكون سفن، ما كانوا يمتلكون طائرات، ولهذا السبب نشأت قوة الكاميكازي. طبعا قرر الإمبراطور الياباني في ذيك الفترة أنه يأسس قوة خاصة. طبعا القوة هذه كانت قوة هجوم جوية فقط. طبعا القوة هذه ما كانت إجبارية، كانت تطوعية، يعني إذا ودك تدخل معانا في القوة هذه وتساعد دولتك ادخل معانا وحياك الله، إذا ما ودك خلاص على راحتك. في ذيك الفترة تطوع 24 طيار ياباني فقط. لاحظوا بس 24 وشوف الفرق في النهاية. طبعا ال 24 طيار هذه وش كانت مهمتهم؟ وش يسوون؟ طبعا كانت مهمتهم انهم يشيلون طياراتهم ويصطدموا بها مباشرة مع سفن العدو، يعني يصطدمون مباشرة، يعني يصيرون انتحاريين، يعني يطير بطيارته ويجي مسرع بطيارته ويصطدم بالسفينة الأمريكية مباشرة. فكانت كذا مثلا ممكن أنه يسبب خسائر أكثر، ممكن مثلا واحد ياباني يموت يقتل مثلا تقدر تقول مثلا 100 أمريكا على ذيك السفينة تقريبا. طبعا هذه الهجمات في البداية كانت ناجحة بشكل كبير، يعني كانت ناجحة بشكل قوي مرة. مع مرور الوقت بدأوا يزيدون المتطوعين، بدأوا يدربونهم كيف انهم يصيرون انتحاريين، يعني مع مرور الوقت بدأوا المتطوعين شوي يزيدون. ليش؟ لأن شافوا ان في فرق لما ينتحرون مثلا لأجل بلدهم. كانت القوات الأمريكية شوي تتراجع، كانت تبدأ شوي القوات الأمريكية تتراجع، فعلشان كذا زاد عدد المتطوعين للمهمات هذه. طبعا مع تراجع شوي للأمريكان بدأت القوات اليابانية تصنع طائرات خفيفة، طائرات بمحركات قديمة، طائرات يعني ما هي بالطائرات القوية، لا، طائرات بس عشان انتحاريين، يعني طائرة بس بتجي وبتفجرها، فما كانوا يصنعون طائرات قوية مرة. بدأ الجنود الأمريكان يخافون، بدأوا يتراجعون بزيادة، لأنهم خلاص كانوا عارفين أن الجندي الياباني جاي بينتحر، فكانوا يعني ما يقدرون يدافعون عن أنفسهم ضد الهجمات اليابانية هذه. كانت هجمات قوية، هجمات كانت بغزارة تقدر تقول، فالامريكان بدأوا يخافون، ما قدروا طبعا يدافعون على انفسهم. الجنود اليابانيين في نفسيتهم انه خلاص هو رايح ينتحر يدافع عن بلده. بعد نهاية الحرب تخيلوا انه 1500 طيار ياباني مات بهذه الطريقة. تخيلوا من البداية 24،
في النهاية 1500 طيار ياباني. طيب الطيارين اليابانيين ذولا كم أمريكي قتلوا؟ تخيلوا هذول 1500 قتلوا 50,000 جندي أمريكي من البحرية الأمريكية ومن قوات الحلفاء. بصراحة رقم كبير يعني، أتخيلوا 1500 قتلوا 50,000، هم انتحاريين. وبصراحة في النهاية الإنسان ممكن يسوي أي شيء علشان يدافع عن بلده. الإمبراطور الياباني ما غصبهم في البداية أنهم يصيرون انتحاريين، بالعكس قالهم على راحتكم، ودك تدخل تعال. فمن البداية 24، في النهاية 1500. تخيلوا يعني 1500 شخص يعني أرادوا، كانت عندهم إرادة أنهم يدافعون عن بلدهم. فهذه اللي تسوي الإرادة أنك تدافع عن بلدك. المهم يا شباب، هذه نهايتي معاكم، نهاية القصة عشان استمتعتم فيها، وهذه هي الكاميكازي. ويلا سلام، كان معكم ليث شو، ويلا بيس.